حرب تكسير العظام بين أمريكا والصين بقت شديدة جدا، سواء في المجال السياسي، الاقتصادي، العسكري، الصناعي. مين اللي يهيمن على العالم؟ سباق التكنولوجيا سنة 2019 كان محصور بين شركة سامسونج وهواوي وأبل. كان ترتيب المبيعات بتتقدم شركة سامسونج في المرتبة الأولى، وراها شركة هواوي، ثم شركة أبل. وبسبب ده أمريكا اتخذت قرار بحظر بيع تليفونات شركة هواوي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وحجبت عنها موقع جوجل، وفرضت على كل الشركات التايوانية اللي بتورد لها الشرائح الإلكترونية بعدم التعامل مع الصين. وخلال ال4 سنوات دول نجحت شركة أبل في السيطرة على السوق العالمي للتكنولوجيا، في الوقت اللي كل المستهلكين فيه على مستوى العالم مستنيين إصدار جديد من أبل. في نص سبتمبر قامت الصين مفجرة قنبلة في عالم التكنولوجيا، وأعلنت عن تليفون جديد اسمه ميت 60 برو. ممكن تعمل مكالمات عن طريق القمر الصناعي بدون وجود شبكة، تقدر تعمل مكالمات من المناجم، تكنولوجيا تتفوق على أحدث إصدارات أبل. أمريكا أصيبت بالذهول طبعا، وفي انتظار التعرف على المواصفات بتاعة الشرائح الإلكترونية. وفي ناحية تانية من كوكب الكرة الأرضية، بعيدا عن التكنولوجيا والمنافسة الشرسة بين الصين وأمريكا عن السيطرة على العالم، كنت بتفرج في السوشيال ميديا، لقيت برنامج طالع فيه مذيعة مستضيفة شيخ مصري، وواحدة معاهم على التليفون بتسأل فضيلة الشيخ عن حكم الحواجب ونزعها، ويا ترى حلال ولا حرام، وطلبت من فضيلة الشيخ انه يقول لها دعاء لتيسير جلب الزواج، يعني بدل ما تطلب من ربنا بتطلب من فضيلة الشيخ. المهم فضيلة الشيخ رد عليها وقال لها عن حكم عمل الحواجب حرام ولا حلال، واذا كان نمص ولا مش نمص، وقام قايل لها في نهاية الحلقة الدعاء اللي تقوله كل يوم جمعة 7 مرات علشان تتجوز. في نفس الوقت دخل واحد سلفي من اللي بيعتبروا نفسهم وكيل من وكلاء ربنا في الأرض، وعلى بقى على كلام الشيخ، واتهم الشيخ ان الكلام اللي بيقوله غلط، والكلام اللي بيقوله حرام، وده منهج حرام انت تقوله هتموت وتسيب الناس تتبعه، وكلام من هذا القبيل عن حكم الكلام اللي قاله الشيخ. قعدت كده قارنت بين اللي بيحصل في الصين وأمريكا وبين اللي بيتقال للمشاهد والمواطن المصري، لقيت ان احنا بعاد قوي ولا يمكن هنوصل للناس دي. الوعي المصري متساب تشكيله من الناس دول، بدل ما نطلع دكاترة الجامعة اللي يتكلموا ويعلموا الناس أهمية العلم والتكنولوجيا وإزاي نتقدم كدولة، مطلع لنا ناس بتتكلم عن الحواجب وعن حكم البرفان حرام ولا حلال، وندخل الحمام برجلنا اليمين ولا رجلنا الشمال. مستحيل دولة عايزة تتقدم تسيب المواطنين فيها يتشكل وعيهم بالطريقة دي. بجد حرام اللي بيحصل ده. أشوفكم على خير.